مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لو بلو هو فضاء لتأطير العلاقة بين مختلف المؤسسات والجامعة انطلاقا من اتفاقيات التعاون التوأمة والشراكة الفعالة من خلال تبادل الخبرات والعروض التكوينية المهنية على المستوى الوطني والدولي. تترأس هذا المكتب الأستاذة كلثوم بوغالم، أستاذة بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. إذن ما هي أهداف واستراتيجيات مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات؟ في البداية لابد من الإشارة إلى أن هذا المركز لديه بعد وظيفي مهني ولديه بعد تأطيري لمختلف الأفكار على مستوى الشركات من المنحى العلمي والبحثي. كذلك يشتغل هذا المكتب بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل، يهدف إلى إقامة علاقات رابح بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي. كذلك نريد من خلال هذا المكتب التواصل إبرام اتفاقيات جديدة في الإطار البيداغوجي، إضافة إلى تنويع إمكانيات التوظيف بين مخابر البحث والشركات. كذلك نريد إحصاء ووضع خريطة نوعية للمؤسسات الاقتصادية عبر الولاية، إنشاء مرصد للعمل. هذا المرصد هو المرصد الجامعي. كذلك ننفتح من خلال المكتب على مختلف المشكلات المجتمعية والروابط بالمشاريع البحثية على رأسها البي. كذلك إحصاء وتقييم مختلف المشاريع المبتكرة سواء في المجال الفكر المقاولاتي أو إنشاء المؤسسات الناشئة. نتابع من خلال هذه الاتفاقيات الطلبة المتخرجين بغية تشجيعهم وتحفيزهم على إنشاء المشاريع المصغرة والمؤسسات الناشئة. مهمة مكتب الربط على مستوى جامعة محمد شريف مسعدية سوق هراس خلال الموسم الجامعي 2023-2024 نريد أن نعزز قابلية التوظيف على مستوى سوق الشغل من خلال خلق عروض مهنية تستفيد منها الشركات وفي نفس الوقت نوظف من خلالها طلبتنا عبر مختلف الاختصاصات. نشجع الابتكار وريادة الأعمال عبر شمولية استغلال كل القطاعات في مشاريع ناشئة. كذلك نريد إضفاء روح من المصداقية والثقة مع مختلف الشركاء والفاعلين المتداخلين معنا في شبكة العلاقات، إضفاء الطابع المؤسسي بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، والاستعداد بطبيعة الحال لكل ما يحدث من تغييرات وتجديدات على مستوى السوق الدولية لاحتوائها وبرمجتها في شكل عروض تكوينية. ولا ننسى مهمة هذا المكتب في تشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات الدولية والوطنية. كذلك نريد أن نفتح الجامعة على ما يعرف بالصالونات، فوروم المؤسسات، بزنس فوروم مع رجال الأعمال، كذلك فوروم وصالون المؤسسة والشغل، من خلاله نترجم عبر موائد مستديرة مختلف النقاشات الاقتصادية إلى عروض تكوينية يمكن أن تقدمها الجامعة، وخاصة فيما يعرف بمجال الرقمنة ومجال مخططات التسويق واستخدامات الذكاء الاصطناعي. تهدف كذلك جامعة محمد شريف مسعدية سوق هراس إلى استغلال أهمية هذا المكتب في إنشاء مرصد جامعي محلي للشغل، إنجاز مخبر للأفكار، الابتكار وريادة الأعمال. كذلك تشجيع الطلبة على تشكيل نوادي كالنادي الاقتصادي للمقاولاتية والابتكار ونادي المؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وكذلك نسعى إلى المشاركة في مختلف الملتقيات الوطنية ولما الدولية في مجال المقاولاتية، ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة. إذن لو بلو اللي هو يشير إلى اللون الأزرق، لون الطموح، لون الامتداد، لون الانتشار، لون الاستعداد لاحتضان مختلف المقترحات وتطلعات سوق الشغل يعني بمواجهة الجامعة. نحن في خدمتكم، نحن في إصغاء دائم لمختلف مقترحاتكم.